السلام عليكم. فيديو مهم وتفاصيل أهم وأمور كثيرة جدا جدا هتسمعها لأول مرة عبر قناتك أو صفحتك محمد عبد العال أو مادو. برحب بحضراتكم. بنعتذر طبعا إن إحنا من الصبح مش معاكم، لكن اليوم النهاردة كده كان الواحد عنده حاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة كثيرة مش كثيرة، مفيش حاجة اسمها كثيرة. مع السلامة للي عايز يمشي، هو ده عنوان الفيديو. والزمالك فوق الجميع هو ده العنوان التاني. والأهم من كل ده انك لازم تكون عارف حاجة واحدة بس، ان مفيش لاعب هيلوي دراع الزمالك ولا جمهوره. ومفيش لاعب مهما كانت قيمته، مهما كانت اهميته، مهما كانت غلاوته عندي، هيبقى اهم من نادي الزمالك. النادي اللي خيره عليا وعليهم وعلينا كلنا وعلى مشجعينه كمان اللي بيتعبوا. مفيش لاعب هيتلاعب بنادي الزمالك. ونادي الزمالك مش اداره الزمالك، اداره الزمالك انتوا مع السلامه مع نفس اللعيبه، مع السلامه مع نفس اللعيبه، لانكم عندكم نفس الاخطاء. لكن انا بقول لك ثانيه واحده كده، وصل الفيديو ده ل 50,000 لايك واكتب عاش الزمالك فوق الجميع. كل التعليقات عاش الزمالك فوق الجميع، واكتب باي باي زيزو وباي باي للاسماء اللي هقول لك عليها دلوقتي. لكن انا بدي مهله لعل وعسى حد فيهم يفوق ويفتكر خير نادي الزمالك عليه. خير نادي الزمالك عليه كلعيب، كشهره، كان انا بجد فرحان كده. ليه انا فرحان؟ طبعا فرحان لان نادي الزمالك لن ينصلح حاله الا بخروج كل شخص منه فاكر نفسه فوق الزمالك. خروج لاعب ما بيسلمش على مدير فني لما يزعل. لا يا فندم، انت مهما كانت اهميتك وقيمتك الفنيه فانت عادي. نعمل منك كتير، عملنا منك كتير قوي قوي. وارجع وشوف التاريخ. حازم امام بجلاله قدره في تجديداته كان اشيك. هات اي اسم، هات اي اسم في الاهلي في الزمالك اللي بيعملوا اللقطات دي نهايتهم معروفه، بيبقى شويه بوم وطخ وفي النهايه بيقعد في جنب. تمام. كل التعليقات تبقى عاش الزمالك من فضلكم، والزمالك فوق الجميع، لان الناس اللي جن وصلوا. وانا عارف اليومين دول مزعلهم عشان ما بعتش مع اللي باعوا وما خليتش الزمالك ماده للسخريه، ولا عشت ولا اكون ان انا اخلي الزمالك ماده للسخريه والكوميكس والتريقه. تمام. ايوه كده، جمهور الزمالك العظيم اللي باقي. فانا مش عايزك تحرق دمك. خروج لاعب مقصر في حق ناديك، مقصر في سمعة ناديك، متآمر عليك علشان يخرجك من التركيز، مكسب. خسارة الخاين مكسب، خسارة الرخيص مكسب، خسارة الشخص اللي بيخسرك مكسب. هتزعل يوم 2، هتجمد بعد اسبوع، هتتوجع تاني، بعد كده هتقف على رجلك تعرف انك جامد. اقف واشتغل وانجح وانت كبير، ما تخلقش اللي يقلل منك. دي رسالتي ليك كزملكاوي، رسالتي ليك في الدنيا. اوعى تسيب نفسك لحد مش عارف قيمتك، اوعى تسيب نفسك لحد بيقل منك، اوعى تسيب نفسك لحد مش عارف اهميتك او اتعود او اعتاد عليك، اعتاد على انك دايما جدع، دايما موجود، دايما انا المضحي. اوعى تعيش الدور بتاع الضحية. دور الضحية ده ارميه وشد عليه ما تعيش دور الضحية. انت كبير وربنا خلقك كبير. فتخيل بقى انك في نادي الزمالك يبقى خيرك على الكل. ركبت ناس عربيات، وجبت ناس من حواري خليتهم ساكنين في انضف كومباوندات، وجبت ناس بتركب اتوبيسات بقوا ساكنين في انضف وسايقين انضف عربيات. وده بسبب اجتهادهم، لكن برضو بسبب جمهور الزمالك مع اجتهادهم. وفوق كل ده اراده ربنا اللي عملت كل ده. كداب في ايه؟ انا بكدب عليك في ايه؟ بكدب عليك في حقيقه؟ ما تشوف يا عم اصل اللعيب ده واصل اللعيب ده واصل اللعيب ده. في لعيبه رجاله بتصون وبتفتكر وبتعيط لما بنخسر وبيتاذي ويكسب ونفرح لك، وفي لعيبه تانية ناكره للجميل. تخيل بقى معايا ان احد اللاعبين دلوقتي بقى شغال سمسار، والله العظيم فاتح كوبري من 100 عقبه للجزيره، بيحمل اللعيبه. تعالى بقول لك ايه، تعالى. انت مش بتحارب الاداره، انت بتحارب الجمهور اللي عملك، انت بتحارب الجمهور اللي صنعك. شغال سمسار لعيبه. يا اللي عارف نفسك، يا اللي مش عايز اقول اسمك علشان خاطر انت خلاص بعت. امشي قدف بعيد وروح زي اللي باعوا. وفي منكم كتير بتتنسوا، هتعتزلوا وفلوسكم هتخلص، او هتبقوا عايشين منبوذين، ولا هتبقى رمز هناك ولا هتبقى رمز هنا، وتاريخك كله هيتمسح. دلوقتي انت بتتفاوض مع لعيب بتقنعه انه يروح. يا اخي طب افتكر خير الجمهور عليك، يا اخي طب افتكر خير النادي عليك.
يعني انت مش مكفيك كل اللي عامله والقهر اللي قهرتها للعيال الصغيره وللشباب وللجمهور بتاع الزمالك؟ احنا 2000 في اللايف صح؟ انا عايز 2000 لايك حالا، عايز الفيديو ده يوصل ل 10000 لايك، عايز كل التعليقات عاش الزمالك فوق اي لاعب. وده مش دفاع عن الاداره، الاداره خطا وانا مختلف 100% مع الاداره، بس الاداره اقرب لي من زيزو. اللاعب اللي يمشي الاداره بكل العك بتاعهم ومشاكلهم، هم في الاول وفي الاخر بيحاولوا هم اخطائهم ان هم كتير ومش متفقين، اخطائهم ان كل واحد فيهم فاكر نفسه جهبذ الجهابذه، لكن في نفس الوقت ما فيهمش واحد طلع ليله ماتش عمل اللي عمله الاخ زيزو. زمن الاحتراف يا زيزو. شوف بن شرقي الاجنبي اللي جاي لي شبعان فلوس من السعوديه ومعاه قد كده، لعب معانا لغايه ما جاب الكاس، وبعد كده استاذن من امير مرتضى المشرف على الكوره واتفقوا هناخد الكاس، خد الكاس وخد نجم وركبوا الطياره ومشيوا. رجع على الاهلي جمهور الزمالك حياه وسقف له لانه رجع نظيف، رجع شيك، رجع بيحترمنا، بيتكلم عننا كويس، مش بيطلع يضحك على الناس يكتب لهم جوابات ويكتب يكتب 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 وفي النهايه يودي ورا البتاع. مش هيطلع يقول اصل الزمالك فيه وفيه وفيه وفي النهايه يعمل. لا لا لا. فخد بالك، هي بدات بكهربا، كهربا اتطفى جابوا امام، ارمي كهربا. خد بالك يا امام يا عاشور الدور عليك، زيزو جاي هيرموا امام وامام هيستخبى. دلوقتي هيطلع على طول زيزو، وبعد زيزو هيجيب فلان وعلان ونزل صورة الونش واصرف فلوس كتير بدل ما تتعب وتطلع وتكتشف لعيبه. ليه اكتشف لعيبه؟ ناخد افضي الزمالك. بتاخد من الزمالك مين؟ بتفاوض مع حسام عبد المجيد، مع محمد السيد، مع الونش. عرضت على محمد صبحي قبل كده وكسفك. محمد صبحي صاحبي، واساله فلان الفلاني اللي كلمه وقال له مش جاي الاهلي. والله العظيم كان لغايه اخر تجديده لمحمد صبحي، مش عايز اقول اسم عشان دي اسرار، بس والله العظيم مكلمه ليله التجديد. انا بحب محمد صبحي علشان كده، وبحب فتوح علشان كده، عشان العيال دي رجاله ما باعوش الزمالك. فتوح اغسل وشك، جمهورك مش هيغشك. راح مكلمني يا مادو انا عايز اجدد، والله العظيم كل اللي بيتقال عني ظلم. قلت له يا فتوح انا ظهرك، الكلام ده متوثق عندي، لو حد يعني مش مصدق شاير الكلام ده عشان تدعم لعيبتك حتى اللي وحش فيهم. يا مادو انا مكمل. يا فتوح انا زعلان منك. قال لي حقك تزعل والجمهور حقه يزعل، بس والله العظيم انا ما رايح الاهلي. قلت له يا فتوح، قال لي والله ما رايح الاهلي. قلت له يا فتوح لو طلعت على الاهلي انا هفضح الكلام ده، وانا قال لي نزل اللي انت عايزه لو انا رحت على الاهلي. سبحان الله الكلام ده قالوا لي زمان زيزو على فكره، قالوا لي زمان زيزو لما قلت ان والده بيتفاوض وكان في تفاوض وطلع تامر النحاس اكتشف الموضوع. تمام. انا ما قلتش زيزو مش هيروح الاهلي، قلت زيزو ما خلصش في الاهلي تفرق، او يعني لسه عنده فرصه انه يقعد في الزمالك. طيب بعد كده انا هحكي لك دلوقتي نقطه مع زيزو حصلت شخصيا ونقطه مع فتوح، وتفهم بقى الفرق ومين راجل قد كلمته ومين بيقول كلامه وخلاص. فتوح قال لي انا عايز اجدد في الزمالك. قلت له وانا في ظهرك. كان ساعتها كابتن عبد الواحد السيد زعلان من فتوح ما بيكلموش. انا كلمت كابتن عبد الواحد السيد وقلت له فتوح متغير وهيرجع وهيبقى وهيعتذر وهيعمل وهيساوي. قال لي انا زعلان وفلان زعلان. دخلت في الموضوع وربنا عالم على اللي بقوله ده ان انا ما تقاضيتش عليه جنيه. انا عملت كل ده عشان بحب الزمالك زي ما انت بتحب الزمالك، وبساعد باي حاجه اقدر اقولها. كل التعليقات تكتب راجل يا فتوح وراجل يا صبحي وراجل يا كل واحد يا عبد الله يا سعيد، راجل يا كل واحد فاهم يعني ايه قيمه جمهور الزمالك. في الوقت ده فتوح كان قد كلمته وجدد وتنازل عن اموال، والاهلي كان عارض رقم يفوق رقم الزمالك بتلت كمان. يعني هو خد رقم كان في تلت فوق الرقم ده وجدد فتوح. وانا اللي كتبت له بيان الاعتذار، قال لي عايز اقول 1 2 3، كتبت له البيان بشياكه ونزل وعاش الزمالك. اي بيان فيه عاش الزمالك تعالى الماضي على طول وقول له سلام عليكم، وده انا بعمله بحب. تمام. طب نرجع بقى سنين ل 2022 لما زيزو زعل واتقمص وهيج عليا جمهور الزمالك. جمهور الزمالك انتوا المفروض تطلعوا تقولوا اسف يا ماضو، والله العظيم المفروض تقولوا اسف يا ماضو. طلعتوا عليا وقتها كلام. زيزو وقتها اتهم امير مرتضى ان هو باعتني اطلع اقول الكلام ده، واقسم بالله العلي العظيم ما حصل. انا عارف الثغرات اللي كانت والمصايب اللي كانت في تجديد احمد سيد زيزو اللي في وقت اللجان اللي كان فيها شرط جزائي وكان فيها قبل المستشار مرتضى منصور نفسه وكان يعرفها. تمام.
وما اتكلمتش في ده لان دي اسرار النادي، مش هطلع اقولها، مش هطلع البس الناس اسودها، لان الناس سودتها لاصحابي، قلت لهم النادي داخل على سواد، ووصلنا له، كل الناس زعلوا وقتها مني، قالوا انت بتعمل كده عشان مش عارف ايه. وعواد، كل دي رجاله، كل دي رجاله. انا ما بخدرش الجمهور، انا بقول لك الحقيقه عشان تعرف فرق بين لاعب شريك برغم الظروف ولاعب باعك علشان شويه فلوس. تمام؟ شاير الكلام ده عشان الكلام ده كل لازم يتحفر ويترسخ عند كل الناس. المهم جه بعد كده زيزو. انا طلعت قلت في لاعب من اللي عندهم مشاكل في عقودهم، جالي معلومه لان الواحد مصادره جوه النادي الاهلي بتجيب له الاخبار، جالي معلومه ان احد الناس اللعيبه اللي عندها مشاكل في عقودها تعاقد مع النادي الاهلي. راح كابتن شوبير بعديها يوم ما الاهلي خسر من الوداد نهائي افريقيا هناك، راح كابتن شوبير منزل بعديها الاهلي خلص صفقه، اقوى صفقه وصفقه مدويه وصفقه فيها وفيها وفيها. سمعت البق ده قلت يا نهار ابيض، يبقى الفلان واحد من اللي كان عندهم مشكله، مين؟ الونش، فتوح، امام عاشور، زيزو، عبد الله جمعه، واحد من دول خلص في الاهلي والمعلومه جات لي كده. رحت طالع وقلت وما قلتش اسم حد، راح زيزو منزل صوره تيشيرت الزمالك وعامل كده، ولقيت ناس تبعه يتصلوا يهددوني، اقسم بالله العلي العظيم ان في ناس تبع زيزو اتصلوا يهددوني، وانا وقفت راجل. والناس ووالد زيزو بقى دخل هنا في اللايف قعد يقول لي انا والد زيزو سيبوه زيزو في حاله وكلام وحش كده. انا كنت شايف بعيني الناس قاعدين فين في الماريوت وشايف في الموضوع. كنت قال لي مالكش دعوه يا ماضي ما تتكلمش، وما اتكلمتش. بس لما سمعت الخبر، مع الخبر ده مع اللي انا شايفه بعيني، طلعت اتكلمت وما قلتش اسمه، هو اللي فضح نفسه. بعديها حصل تواصل مع زيزو، بعت لي مسج مش طيبه، المسج لسه متوثقه عندي، كنت ممكن اخد بيها اجراءات قانونيه، ما اخدتش. بعديها اتكلم حد في التاني في التالت، بمعتز البرو كلمني بكل الناس دي كلموني. وبعديها قلت لزيزو انا مش عايز منك اي حاجه، وقال لي انا عارف اني بحبك وعارف اني ظهرك وعارف 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 وعارف. تمام يعني هو عارف ان انا بدعمه، وانت يا مادو بتحبني وبتدعم. قلت له انا بحب الزمالك، انا بحب زيزو عشان زملكاوي، وبحب شيكابالا عشان الزمالك، وبحب بحب مرتضى منصور وحسين لبيب وامير مرتضى وايمن ممدوح، بس اي حد في لحظه هيخدم الزمالك انا ظهره. ميدو انا بحبه عشان الزمالك، وفي ناس بتحب مادو علشان الزمالك عشان زملكاوي، بس ممكن تكون ما بتطقنيش دم تقيل، بس بتحبني عشان زملكاوي. طيب اللي حصل وقتها ان زيزو اقسم برب العزه قال لي والله العظيم اطمن مرايح الاهلي، الشرط الجزائي بتاعي اطلع بره مصر، بس قلت له بس في ثغره انك ممكن تطلع بره مصر وبعد كده تقعد 6 شهور وترجع على الاهلي. الشرط الجزائي كان 25 مليون جنيه اللي هم ولا حاجه في عالم كره القدم، يعني انا اخد زيزو من الزمالك ب 25 مليون جنيه، هو راح دلوقتي ببلاش. زيزو رفض يتباع. و ايوه انت فاكر مين اللي هددني يا رؤوف؟ ايوه فاكر انت. لا مش محمدي كان طيب الوقت، كنت لسه ما اتكلمتش معاه، اللي هو اللي عمل نفسه اللي زيزو قال لي بعد كده عليه ده السواق مش الوكيل. المهم يعني احنا في لايف الله يخرب بيتك. المهم هو رؤوف ده شاهد عيان على اللي حصل وقتها. تحياتي يا رؤوف. المهم يا عم خلصت القصه وقتها ان زيزو حلف لي حلفانات الدنيا والاخره انه مش رايح الاهلي. انا قلت له هو ده اللي انا عايزه. وبعديها ورحمه ابويا وحياه ولادي والله العظيم ان حد قريب من زيزو كلمني عرف علاقتي باحد الانديه السعوديه، قال لي طب ما تجيب لنا عرض هناك. يعني انا يا عم مش عايز اروح الاهلي عشان اطلعه لك السعوديه، انت فاهم حاجه؟ عشان كنت بتكلم انها كانت ساعتها في مسؤول من احد الانديه السعوديه بدون ذكر اسماء، صديق والدي رحمه الله، وكان لسه بيعزيني، وكانت قصه كده يعني ايه، فدخلوا دي في دي. الله يرحم والدي ويرحم كل امواتنا، ادعوا له بالرحمه. فدي حاجه كده من طرف المعلقه. زيزو في النهايه لف الزمن، كل اللي شايفني كذاب اشرب هباب على طول. لا كلامي صح، مش هكدب عشان واحد زيك، مش هكدب علشان بني ادم، مش هكدب علشان رئيس نادي الزمالك، مش هكدب علشان فتوح ولا عشان زيزو ولا عشان اي بني ادم في الدنيا. بابا المجال مش محتاج يكذب، هكدب ليه؟ ما انا كده الناس بتشوفني، كده في الاف محققين ملايين المشاهدات، هكدب ليه؟ بوصل لك الحمد لله. تمام. فالمهم ده اللي حصل مع فتوح، وده اللي حصل مع زيزو، وده اللي حصل مع صبحي، وده اللي حصل مع 100 لعيب. في لعيبه بتبقى رجاله قد كلمتها، في لعيبه بيرجعوا. ايوه الله ينور عليك يا رب يحيى يا عم. بس في لعيبه بتبقى قد كلمتها، بحترمهم. كل واحد هيخون الزمالك انا واقف له. احترم النادي الاهلي كبير، لكن الارقام اللي مش معقوله، 500 مليون جنيه مدفوعين في الونش، 400 مليون ولا 450 في زيزو،
200 مليون لجريديشار، 4 مليون، كام 200 مليون تانية لامام عاشور. هو في يا جماعه؟ هو في يا جماعه؟ انا عايز منجم البترول اللي تحت النادي الاهلي ده مش طبيعي، مش ارقام طبيعيه. هي ميزانيه الاهلي كام بتاعت اللعيبه؟ الاهلي بيكسب كام من بطولاته؟ انت لو خدت افريقيا وكاس العالم مش هتجيب المليار. لو خدت كاس الحاجات القديمه، كاس العالم، دوري ابطال افريقيا، والسوبر افريقيا، لو خدت الثلاثه مش هتجيب المليار جنيه. انت معدي في 4 لعيبه بس. الرقم ده ما شاء الله يا عم، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك. تمام. في كل الاحترام لكل الزملكاوي حقيقي، الفتره دي فتره الزملكاويه الحقيقيه، فتره الصمود في ظهر هذا الكيان العظيم، في ظهر نادي الزمالك. حتى البتاع زعل النهارده، ضرب في الازاز راح مكسور طرفه، كان مديولي رؤوف. عايزين واحده تانية بقى. عاش الزمالك، ادعموا الزمالك. وكل شخص بيحاول يكذب كلامي هو بيكذبه علشان بس هو زعلان ان لسه في ناس محتفظه بمبادئها وانتمائها لنادي الزمالك، مش بيبيعوا. اخر حاجه اقولها لك، اتقوا ربنا في كل لفظ بتقولوه، مش عايزين تلفظ، مش عايزين غلط في حد. اتقوا ربنا في كل حاجه، دايما ربنا يبقى معانا بكل خير. عاش الزمالك دايما وابدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه، كل الناس اللي هنا. يا باشا، لا في مفاجاه تانية. انت دلوقتي في الزمالك بتنافس مين؟ الاستاذ ابراهيم العرجاني، مستشار تركي الشيخ، استاذ ياسين منصور. كل دي ناس انت بتنافسها، بيدعموا بيحبوا النادي ده. احنا عندنا واحد اسمه استاذ ممدوح عباس، وانتوا عارفين الباقي. تمام. انا وميلو بتوع كلام على الفاضي؟ لا، انا بابا المجال، ما كلامي كده اهو. بكره او النهارده بالليل هنكشف لكم الاسماء اللي بتتفاوض مع الاهلي بالاسم، عشان هو مش واحد ولا اتنين ولا تلاته، اكتر كمان. هنكشف لكم اللاعب اللي شغال سمسار دلوقتي مش مكفين الدمار اللي حاصل. هنكشف لكم الارقام وبديل زيزو المفاجاه. تفاصيل كتيره قوي مش هتسمعها غير عند بابا المجال. ابقوا معنا دائما وابدا، تجدوا كل ما هو جديد وحصري. السلام عليكم.